يبقى حرام علينا نروح له علشان نطلب منه يخرب البيوت. انت هتفهمي في الحلال والحرام اكتر مني. العفو يا ستي، قطع لساني قبل ما انطقها. بس انا بحب سيدي كمال قوي، وفرحت لما ربنا هدى سره وعوض عليه بالولد. جرالك ايه يا وليه؟ هو انت هتكوني احن على ابني مني؟ انت لازم تفهمي مركزك هنا ايه. انت تنفذي اوامري وبس، فاهمه؟ فاهمه يا ستي. ودلوقتي انا هكلفك بمأمورية بسيطة. اموري يا ستي. تاخدي بعضك وتروحي على بيت كمال تشوفي ابنه ومراته. اهو كده يا ستي، ربنا يحنن قلبك عليه كمان وكمان. استني يا وليه لما تسمعي بقية كلامي. قولي يا ستي، قولي فرحي قلبي. تروحي بحجة تشوفيهم وتسهلي في البيت وترشي العمل ده. حد الله يا ستي بيني وبين المشوار ده. اعملي معروف، اعفيني منه. شوفي بقى، كلام كتير مش عايزة. العمل هترشيه، وإلا تعتبري نفسك مكروشة من هنا، وابنك مكروش من العزبة، وجوز بنتك استغنى عن خدماته. يا خبر يا استهانم، هي حصلت. ايوه، انا هنا ست البيت، انت تنفذي اوامري وبس، فاهمة؟ حاضر يا استهانم، امري لله. سي كمال. اهلا اهلا دادا حليمه، دي اول زياره ليك في بيتي. خير؟ هو سيدي مصطفى ما قالش لحضرتك انه جاي هنا دلوقتي؟ قال يا دادا، وزمانه جاي. انت عايزاه ليه؟ اصل يا سيدي، اصل يعني ممكن اكلم حضرتك ومحدش يسمعنا؟ طبعا. امال الست الصغيره فين؟ خرجت مع الدادا والولد يتفسحوا في جنينه الاسماك. ربنا يجيبهم بالسلامه يا ابني. تعرفي يا دادا ان الست بتاعتي هتفرح قوي لما تشوفك. انت لازم تقعدي لغايه لما تشوفك، دول زمانهم جايين. يا ما في نفسي يا ابني، لكن انا عايزه اقول لحضرتك كلمتين بسرعه وارجع البيت اوام، لحسن انت عارف اخلاق الست الكبيره. فكرتيني والله. ايه الحكايه؟ الله، ما تكلمي يا دادا. انا كنت كلمت سي مصطفى في مساله، وبعدين وصف لي بيت حضرتك ده وقال لي استناه هنا لغايه ما يجي. مساله ايه؟ مساله عمل. ده لازم مصطفى. اهلا اهلا مصطفى. اهلا بيك. اهلا بيك كمال. اهلا اهلا. دادا حليمه. ايوه جات يا سيدي جوه، تعال. ايوه يا ستي، بتقولي عمل؟ ايوه. عمل ايه؟ سحر يا دكتور كمال. سحر ايه؟ ما تعرفش السحر والاعمال؟ انا مش فاهم حاجه ابدا. الست الكبيره يا سيدي والدة حضرتك راحت لواحد شيخ عشان تفرق بينك وبين مراتك، والشيخ ده عمل لكم العمل ده. كلام ايه الفارغ ده؟ هس اوعى تقول كلام فارغ، ده راجل سره باتع متخصص في خراب البيوت. حق يا سيدي، اسألني انا عنه. يا ما خرب بيوت، يا ما فرق ناس من جوازهم. وبعدين يا مصطفى بالكلام الفارغ ده؟ انت مالكش دعوه بحاجه، سيب لي الموضوع ده، انا هتصرف فيه بالنسبه لك وبالنسبه لي انا كمان. طب وانت مالك انت كمان؟ مالي؟ ما هي الست اختك مشتركه مع الست الكبيره في نفس التفكير. سميحه المثقفه بتعتقد في الحاجات دي؟ مع الاسف الشديد يا سيدي، وعلى العموم دي فرصه على انهم هما الاثنين درس كويس. يا سميحه يا سميحه يا خدامين، يا هو يا اللي في البيت. ايه مالك مسروح كده ليه؟ يا ست الحقيني، اقفل الشباك ده، الطيار هيموتني. وانت مش قادر تقفله؟ انا عيان هموت يا ناس. اهو كله من السهر للصبح ليلاتي. ده انت بقالك اسبوع ما دخلتش بيتك قبل الساعه 3 صباحا، ويا ريتك بتيجي بامتى الا سكران وقمصانك ملطخه احمر فاتح على احمر غامق. ايوه افتح الناس بتاع كل يوم ومش هنخلص النهارده. اسمعي ما اقول لك. لا تقول لي ولا اقول لك. هتسمعي غصب عنك. شايف نتيجه ظلمك؟ والله انا مش عارف مين اللي ظالم التاني، انا ولا انت. هو فيه واحده ترضى بالظلم اللي انا عايشه فيه معاك؟ وايه اللي زنقك؟ يلا نخلص. بتقول ايه؟ نخلص نتطلق. نتطلق؟ هو احنا بتوع طلاق؟ وليه لا؟ هو انتوا مش من الناس؟ انت ناسي ابننا؟ يجرى له ايه ده لو نتطلق؟ اللي هيجرى لابن كمال لو اتحققت امالكم واتطلقت امه من ابوه. مصطفى، ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ ازاي تكلمني باللهجه الجافه دي؟ انت عمرك ما رديت عليا بالشكل ده. خلاص يا ست سميحه، من هنا ورايح هوريكي العين الحمراء.